من ضمن الأموال الحرام، وده شيء مهم جدا عايزين برضو نعبر عنه، الرشوة. الرشوة طبعا حرام شرعا. يعني يؤسفك ان الدنيا بحالها عارفة ان الرشوة حرام، وتروح للموظف ما شاء الله تلاقيه فاتح الدرج مستعد انك تعمل كده. يعني أصبحت الحياة فعلا حياة صعبة جدا، والناس ابتدت تعلق على شماعة الحياة صعبة جدا. الحياة صعبة جدا، والغلاء اللي احنا فيه من أعمالنا. قال الله في الآيات: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مركز جدا على مسألة الرشوة، ومسألة الرشوة مسألة دقيقة جدا. والنهاردة بقت الرشوة مقنعة، يعني بقت كرامية، مش عارف ايه كلام كده بقى بيتقال مش كويس، وأصبحت الناس بتجري وراء هذا المال بصورة محرمة. كل حاجة النهاردة عشان تمررها محتاج تدفع لها فلوس. كل خطوة عشان تمررها من عند موظف، عشان تعدي بس الملف تشال الموظف ده يتحط عند الموظف ده، محتاج تدي الموظف ده فلوس. عشان بس تستخرج ورقة محتاج تدفع فلوس. عشان يعني يا ليك معرفة، يا ليك واسطة، يا ليك مال. الكلام ده كله حصل، احنا السبب فيه، احنا اللي عملناه، احنا اللي عملنا هذا الكلام. هذا الكلام ليه؟ لأني أصلي الموظف اللي قاعد ده مين اللي أنتجه؟ مين اللي جاب الموظف ده؟ المجتمع. المجتمع هو اللي جاب الموظف ده. مين اللي خلف الراجل ده؟ الراجل والمرأة. الراجل اللي خلف الموظف ده ما كان عنده دين، ما علم ابنه الدين، ما غرس في حياة ابنه الدين ولا تعلم الدين. أحكي لكم حكاية صغيرة جدا حصلت في حديث أن رجلا اسمه ابن اللتبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: روح اجمع الصدقة اللي هي زكاة المال من الناس الأغنياء. فالراجل خد بعضه وراح يجمع الزكاة من الناس الأغنياء، وكانت معظم الزكاة ماشية، فكان كل ما يخش على واحد ياخد منه الماشية بتاعته، ويعني يعد، المفروض بيعد مثلا في كل 40 رأس مثلا واحدة شاه، فيقعد يعد مثلا وكذا وكلام زي كده. فطبعا زي ما حضراتكم عارفين، فبعض الناس يقولوا له: طيب يقعدوه في حتة كده ويقولوا: طب احنا الزكاة بتاعتنا مثلا 3-4 شياه، والشاه دي مننا ليك انت هدية. يروح للجماعة التانيين يقولوا نفس الحكاية: 3-4 دولك ليك ودي هدية. زي مثلا الناس اللي بتعمل مثلا في الضرائب، لما يجي واحد عايز مثلا يتهرب من ضريبة أو من كده. أنا ما أقول كل الناس بتوع الضرائب كده، يعني ما شاء الله الآن هناك صحوة إيمانية جيدة وطيبة، وهناك ناس يتأثرون بهذا الكلام، وهناك ناس يحافظون جدا على يعني أنا ما أقول كل الناس يعني كده، ولكن في ناس ما زال هناك ناس تحافظ تمام الحفاظ، أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتهم على الإيمان. يجي يقول له مثلا المفروض بيجرد الحاجة اللي عنده، لا، فبيطلع له حاجة، بيدي له هدية، بيعمل له كذا، بيعمل له كذا، بيعمل له كذا وكده. واحد راح يتحصل على حقه في جهة مثلا رسمية، يحتاج يقدم هدية مش عارف للمسؤول أو لكذا أو لكذا عشان خاطر حكاية تستسلك أو بتاع. نفس الحكاية بنفس الطريقة، الراجل ده لما راح يجمع أموال الزكاة بنفس الحكاية وبنفس الطريقة ابتدت الناس تديله حاجة له وحاجة لأموال الزكاة. الراجل ده طبعا كان طيب جدا، ما كانش في دماغه أي حاجة خالص، وما كانش فاهم أي حاجة. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فراح قال له: خد يا رسول الله، دي أموال الزكاة، هذه أموالكم لأموال الزكاة، وهذه هدية أهديت لي، وديك هدية أنا أخذتها، الناس ادوها لي هدايا بعد ما أخرجوا أموال الزكاة بتاعتهم. طبعا دي صراحة، وده صدق متناهي، وده تعامل جميل جدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وصعد على المنبر وقال: إني أستعمل الرجل منكم، أنا يعني بستعمل الرجل بشغله في شغلانة، فيقول: هذا مالكم. النبي بقى غضب جامد قوي، واتكلم بقى بطريقة يعني فيها يعني ظهر فيها الغضب: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. يقول للراجل: أنا بستعمله، موظف عندي بياخد أجر، بقول له: روح هات لي اجمع لي أموال الزكاة من الناس الأغنياء. يروح يجي يقول لي: ده مالكم، مال الزكاة، وهذه هدية أهديت لي. أفلا جلس، شوف كلام النبي بقى، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. أفلا جلس، ده لو كان قاعد في بيت أبوه وأمه، يعني كمان مش النبي قال قاعد في بيته، لا، قاعد في بيت أبوه وأمه، يعني كمان هو ما عندوش بيت كمان. لو كان قاعد في بيت أبوه وأمه كانت الهدية دي
جات له لو كان صادقا أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى التكملة، الخطر الكبير جدا 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 اللي بيقع على الراشي وعلى المرتشي. يقول والذي نفسي بيده، النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيعر، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم فشل. النبي بيقول الناس دي هتيجي يوم القيامة كل واحد واخده، يعني الراجل اللي خد رشوة عشان يدخل الولد إحدى الكليات الحساسة فخد 50,000 من فلان، 50,000 هيجوا في رقبته يوم القيامة مكتوب عليهم كده رشوة قدمها فلان ابن فلان له عشان يدخل ابنه في كلية كذا. والتاني اللي خد إزازة برفان هتيجي إزازة البرفان يوم القيامة لازقة في قفاه مكتوبة رشوة قدمها فلان ابن فلان. أنت لازم تنأى بنفسك بعيدا أخي المسلم عن هذا كله، وتأكد تماما إذا قدم لك أحد هدية وصار يقسم لك بالله إنه قدمها لك محب وإن قدمها لك عشان وعشان وعشان، فقول لنفسك لو أنا قعدت في بيت أبويا وفي بيت أمي هل يا ترى كان الراجل ده هيجي يديني الهدية دي ولا لا؟ من يريد أن يعرض مشكلة كاملة أو موضوع كامل إن شاء الله يمكنه أن يراسلني على موقعنا الإلكتروني ashrafil.org، وإن شاء الله أجيب عليه، وأنا بجيب على كل الرسائل وأجيب أيضا على كل النقد، وأشكر كل الذين يقدمون لي نقدا بناء حسنا، أشكرهم شكرا جزيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته.